على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة ال14 المعصومين حجج الله على خلقه. في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين 3 من يوليو 2024 الموافق ل26 من شهر ذي القعدة عام 1445، قدمت من مكة المكرمة من المملكة العربية السعودية. أنا أخوكم الدكتور السيد عبد الرزاق الحسيني الشريف من سلالة هؤلاء الأئمة الذين في هذه الشجرة، من سلالة الإمام علي الهادي، الإمام العاشر من أئمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في ذكرى 25 ذو القعدة عام 2000 هجرية خرج جدي الإمام علي بن موسى الرضا غصبا عنه بأمر من الظالم الحاكم العباسي المأمون إلى خراسان سنة 816 ميلادي. في هذا اليوم المبارك أحببنا أن نضع تأسيس لقبور أجدادنا التي طمست قبل 600 سنة تقريبا. طمسها جنكيز خان عام 617 حين غزا وسط آسيا بلاد ما وراء النهر وهدم قبور أجدادنا. قبر عمي السيد محمد إبراهيم له اسمان، هو معروف بالسيد محمد إبراهيم، اسم مركب، ويقال له السيد محمد ويقال له السيد محمد إبراهيم. هو أكبر أبناء جدي الإمام العاشر من أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام علي الهادي النقي، ابن الإمام محمد الجواد التقي، ابن الإمام علي بن موسى الرضا، ابن الإمام موسى الكاظم، ابن الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام علي السجاد زين العابدين، ابن سيد الشهداء الإمام الحسين، ابن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وسيدة العالمين فاطمة الزهراء بنت سيد العالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخوه هذا قبره أين؟ قبره في كاسان في دولة الآن جمهورية أوزبكستان. وهذا جدي أنا من نسله، هذا السيد محمد من نسله السيد عمر نقيب السادة الأشراف في وسط آسيا، في آسيا الوسطى. السيد عمر هو نقيب السادة الأشراف. جدي هذا السيد علي العسكري هو الابن السادس من أبناء الإمام علي الهادي. الإمام علي الهادي عنده 6 أبناء ذكرهم الفخر الرازي في كتاب الشجرة المباركة، فنص على أن أولاده 6. وفي مجمع التواريخ نسخة بشكك ونسخة لينينغراد، وفي نسخة ثالثة في طشكن لم تصلني، إن شاء الله أحصل عليها. هذه النسختان موجودة عندي، مذكور فيها أن الإمام النقي الهادي العاشر من أئمة آل البيت عنده 6 أولاد و5 بنات. وهذا الكتاب مهم جدا، ألفه قبل 500 سنة عالم جليل من علماء أخسكنت في وسط آسيا اسمه سيف الدين ابن شاه عباس الأخسكنتي، بأمر من السيد جلال الدين الكاساني، يعني من نفس بلدة السيد محمد إبراهيم، سلطان ملك زربغش أو سلطان ملك زربخش أو يقاس زرفشون. فألف هذا الكتاب، وموجود هذا الكتاب تكلمنا عنه في فيديو سابق ممكن ترجعون إليه. هذا نسبه، وهذا جدي السيد علي العسكري. السيد علي العسكري قبره في ترمز، هدمه أيضا المغول والآن هو مهدوم. نضع لكم إن شاء الله في الفيديو صور له بإذن الله. حكومة أوزبكستان، السيد الشريف السيد رئيس أوزبكستان السابق إسلام كريموف رحمة الله عليه بنى مسجد سابق، والآن الرئيس الجديد ميرزاييف أيضا مهتم بهذا الموقع، وبجواره في قبور الإمام الترمذي والحكيم الترمذي. وهذا المسكين جدي علي العسكري قبره مهدوم إلى الآن، لا يعرفون من هو، يعرفون فقط أن اسمه علي أكبر، كما ذكر أخونا السيد نور الدين أنه اسمه مشهور علي أكبر. خذ هذا ليس علي الأكبر، هذا اسمه علي الأصغر. هذا له ابن فين؟ في بدخشان، السيد ناصر خسرو، ولد عام 394 هجرية وتوفي 453 هجرية. السيد ناصر خسرو مشهور، صاحب كتاب سفرنامة،
قبره في بدخشان في الجهة التي هي في أفغانستان، في مضيق بامير، في قرية ومغارة في الجبل اسمها يمكان. هناك استشهد، قبره موجود إلى الآن. إن شاء الله نضع لكم صورة قبره في يمكان في بدخشان. ابنه في طاجكستان، السيد الكبير، يسمى مير كبير، مشهور في وسط آسيا في مدينة كولاب في دولة طاجكستان، اسمه الشريف السيد الأمير الكبير، يسمى مير كبير. الأمير سيد علي الهمداني ابن الشريف السيد ناصر خسرو، ابن سلطان السادات الشريف السيد علي العسكري، ابن الإمام العاشر من أئمة آل بيت النبوة، الإمام علي الهادي النقي، ابن الإمام محمد الجواد التقي، ابن الإمام علي الرضا، إلى آخر النسب الشريف. هذا قبره معروف في كولاب، ويعني أو ذريته منتشرين في أفغانستان وباكستان والهند، يعرفون بمير كبير، مير سيد علي همداني، وهو الذي فتح ودعا إلى الله في كشمير، ودخل في الإسلام 35 ألف بوذي في كشمير. مسجده إلى الآن موجود في جواهكي معلى في سرينيغار، عاصمة كشمير الهندية. والآن أترك الكلام للسيد عمر ليتكلم باللغة القرغيزية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة 14 المعصومين حجج الله على خلقه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу туугандар, урматтуу Ахлил Байт мүчөлөрү, мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсү боюнча бир топтон бери мээнет иштери жүрүп атат. Мына көптөгөн тарых, көптөгөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүнүн дүйнө жер бетинде баскан издери мына бүгүн ачыкка чыгып атат. Айрыкча мына биздин ошо Борбор Азия, мурдагы Харасан жерлеринде келип отурукташкандыгы, бул жерде жасаган иштери, койгон кадамдары, баскан издери мына бүгүн бардыгы ачыкка чыгып, чоң ачылыштар болуп баштады иншалла. Биз бул боюнча мурда дагы айтканбыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсү боюнча чоң ачылыштар болуштугу туурасында айтканбыз. Бүгүн Макка-и Мукаррамадан урматтуу устаз, урматтуу профессор доктор Саид Абдуразак Аль-Хусейни Шариф, комиссия тобунун башчысы Накибул Ашраф Мекке мына келип ушул нерселерди даярдап жазып алып келди бизге Борбор Азия. Бул Султан Саид Ибрахим Зарбагыш, биздин чоң аталар. Мына ушул кишинин бүгүн мына Өзбекстандагы кабырыны аныктап, мына Өзбекстан тараптын ошол тарыхчылары менен бирге ошол жерди белгилеп, мына ушул белгини биз тургузган атабыз. Алла насип кылса бүгүн ачылышын кылабыз. Бул жерге албетте чоң зияратках. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүнүн белгилүүлөрү болгон Имам Хусейн радиаллаху таала анху, мына ушу кишилердин мечиттери кандай болгон болсо, мына бүгүнкү зияраткахтар ошондон кем калбай турган иншалла зияраткахтар бул жерге, бул кишинин кабырыга, ушу Борбор Азияга курулуп баштайт жакында иншалла. Курулуп баштайт иншалла. Анан дагы мына Борбор Азияда белгилүү болгон султандык милдеттерди аткарган жана Саид Али Аль-Аскари, Султан السادات, Борбор Азия Тирмизи элдерине ошол пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнүн атынан, жалпы мусулмандардын атынан келип туруп мына ушундай чоң салымдарды кылып, чоң кадамдарды туурараак кылып дагы айта турган болсок, көптөгөн баскынчылардан Борбор Азияны тазалашлыкка, чыгарышлыкка көптөгөн салымдарды кошкон мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлө мүчөлөрү, неберелериден болгон кишилердин мына кабырлары бүгүн мына ачыкка чыгарылып, жаңыдан ушул даярдалган санжараларын коюп, биз ал жерге белгилеп мына ачылышын кылганы турабыз.
inşallah dagı çoğ açılışlar aldıda bola vermekçi. İnşallah mana bular iş başlalışı bolup turat. Allah nasip kılsa bul жүрgүzүлүп atkан işten dünya жүzünde mana jer betinde жашап жүргөн бүт жер бетине тарап кеткен бүт пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламдын ахли байт мүчөлөрү бардыгы дуа кылышып, бардыгы сүйүнүп атышат. Иншалла дуа кылыңыздар, Кудай кааласа мындан дагы чоңураак иншалла ачылыштар боло бермекчи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. اللهم صل على سيدنا مصطفى